بمناسبة عاشوراء كنقدموا لكم دقيق مالحين وصحيين. في اناء كنديروا 4 ديال الزبده من النوع الجيد، كنضيفوا ليها معلقه كبيره ديال لاموطارد، 6 ديال الفرماجات، كنحكوهم ما بين يدينا مزيان ونضيفوا واحد شويه د الملحه حتى كتنسجم لنا العراصير. كنحكوهم مزيان مزيان من بين يدينا، وكنضيفوا كاس ما بين زيت العود وزيت المائده مع التخلاط دائما حتى كتنسجم العناصر مزيان، كترجع لنا كريمه. كنضيفوا واحد نص لتر ديال الحليب، يكون درجه حراره المطبخ او لا دافي شويه ماشي بزاف. صافي نخلطوا مزيان، عاد كنضيفوا الدقيق، تكون مرخوفه شويه لان باقي غادي نزيدوا لها الاعشاب المنسمه اللي بغينا، ونضيفوا شويه الدقيق باش تشد راسها. كنمشيو هكا حتى تكون مرخوفه شويه. نتوما شوفوا القوام ديالها. كل واحد كنديرو في اناء، كنقسموا على 3 او على 4، المهم الاختيار راجع لك انتي. الاول غادي نضيفوا ليه الزعتر، 2 معالق ديال الزعتر، كنخلطوا مزيان ونخليوه جانبا. الثاني كندير ليه معلقه ديال الهريسه ومعلقه ديال التحميره البلديه، ان شاء الله غنصايبها معكم عن قريب. والثالث غادي نديروا له الزيتون مقطع مطحون ولا مقطع رقيق ولا مطحون. صافي كنحطوها في الثلاجه واحد نص ساعه حتى الساعه قل ربع. كنضيفوا نخرجوا الكويره الاولى، كنطلقوها ما بين 2 بلاستيكات اولا بابي سولفوريزي مزيان حتى كتكون رقيقه، وكنقطعوها بجراره ديال البيتزا على شكل معينات اولا مربعات، الشكل راجع لك انت يا سيداتي. من بعد صافي كندهلوها بياض البيض ونرشوا زريعه ديال نوار الشمس اولا البافو اولا زريعه الكتان اللي عجبك انت. صافي كنكرروا العمليه في العجينات كاملين وكندخلوهم يطيبوا على نار مهيله حتى كيطيبوا، ونقدموهم بالصحه والراحه. هما موجودين.